هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى الأكارم. هذا أنا صلاح محمد زين أحييكم، وزملائي محمد علي موسى ويوسف بوليسي وأحمد شريف، ونرحب بكم في ساعة الأربعاء 16 من مارس، والتي سنوافيكم من خلالها بنشرة للأخبار ثم تقريرا عن قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن إريتريا، ونختم بالحلقة الثانية من الفرعنة منهجا وسلوكا وليست قصصا تاريخية، ولمحات عن حياة وفن الفنان الكبير المغيب إدريس محمد علي. وقتا طيبا ومتابعة مفيدة نرجوها لكم. صوت المنتدى. نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة المنتدى، وفي المستهل أهم العناوين: تحويل مقر المجلس الشعبي للإقليم الأوسط إلى مركز عسكري، الكشف عن اختلاسات مالية بوزارة الدفاع، يماني قبرآب يتوعد بمزيد من الاعتقالات، وأبرهة كاسا يعجز عن الرد على أسئلة المواطنين، مجلس حقوق الإنسان الأممي يواصل رصده لانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، التجار يعرضون على محاكم عسكرية خاصة. إلى تفاصيل الأخبار. أقدمت سلطات الاستبداد في أسمرة على تحويل مبنى المجلس الشعبي للإقليم الأوسط إلى مقر لقيادة ما يسمى بالجيش الشعبي، في خطوة تعد إصرار على تكريس الانتهاكات وضرب لمشاعر الجماهير بعرض الحائط. ورغم أن المجلس البرلماني المجمد كان مجلسا اسميا لم يجتمع نوابه على إجازة أي قرار سيادي كان أم إجرائي، إلا أن دلالة وجود المقر الخالي كانت تفتح مجالا للآمال بسيادة الإرادة الشعبية يوما ما. وبهذه الخطوة المستفزة دشنت عصابة الهجدف مرحلة جديدة من سنواتها العجاف بتأكيد اعتمادها مجددا لمنطق العسكرتارية بمنحها لقيادة الجيش الشعبي صلاحيات واسعة، من بينها السماح بالسفر للخارج، حيث لم تعد للوزارات أي صلاحية تتيح لها خدمة منسوبيها. كشفت مضابط إعادة ملء استمارات منتسبي وزارة الدفاع عن عمليات سطو واختلاسات ضخمة، حيث ثبت أن أكثر من 60% من الجنود غير موجودين في وحداتهم فعلا، بينما كانت الرواتب تصرف بأسمائهم حتى نهاية العام 2015. ويذكر أن أفورقي كان قد أشار في لقائه التلفزيوني الذي بث في أواخر يناير الماضي إلى أن بعض الوزارات لم ترفع التقارير الخاصة بعدد منسوبيها وموظفيها. وتفيد مصادر مطلعة أن تلك التجاوزات تم اقترافها في وزارات ومرافق أخرى أيضا، لكن اتجهت الأنظار لوزارة الدفاع بوصفها من الوزارات التي سجلت أرقاما كبيرة في أعداد المتغيبين، وكانت الاختلاسات بملايين النقفات شهريا، مما استوجب تشكيل لجنة مراجعة بصورة طارئة. جرت في الأسبوع الماضي انتخابات لقادة فروع ما يسمى بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الوزارات والمصالح الحكومية،
وذلك في إطار ما سمي بتقوية الجبهة. وكشفت العملية الانتخابية عن عزوف الموظفين المعنيين، والذي انعكس في قلة عدد الحضور واعتذار الكثيرين عن تولي مسؤوليات حزبية، مما أجبر القائمين على أمر الانتخابات في بعض الوزارات على تحديد أسماء معينة يتم التصويت عليها إلزاما، كما حسم الأمر بالتعيين في وزارات أخرى. جاء ذلك بعد أن صعدت تشكيلات الهجدف في وزارة الإعلام 3 من الصحفيين الذين كانوا أعضاء في حزب العمال الإثيوبي إيسابا، وأصبحوا وفق هذا التصعيد قادة للهجدف عن وزارة الإعلام، الشيء الذي اعتبره يماني جبرآب مسؤول الشؤون السياسية بالهجدف استهزاء وسخرية. ووصف انتخابات لجان الهجدف بوزارة الإعلام بأنها خلاصة لتواطؤ مكشوف. ومن جهة أخرى عقد يماني جبرآب بالمكتب المركزي للهجدف بالعاصمة أسمرة في 11 من هذا الشهر اجتماعا لممثلي الجبهة بالأقاليم ال6. وعلمت مصادرنا أن الاجتماع كان بهدف تقديم الأقاليم لتقارير عملها خلال المرحلة الماضية، إلا أن يماني فاجأ الاجتماع بقوله إن الجبهة توجد في وضع مطمئن، وأنها قد تمكنت من كشف أعدائها وستقوم باعتقالهم والتقاطهم فردا فردا، ولكن قبل ذلك والحديث اليماني عليها أن تجهز نفسها لذلك عبر حملة تعبئة واسعة تشمل الشعب والجيش. ثم أمر بضرورة التعجيل بمهام التعبئة السياسية في الوسط الشعبي وقوات الدفاع الإريترية، مشيرا إلى أن مواد التعبئة والتي تتكون من 16 صفحة أعدت من قبل مكتب الرئيس ووزعت على الأقاليم. وفي سياق متصل بهذه المهام تم تكليف 57 عنصرا كانوا ضمن دورة تأهيل مهني في مجال الكهرباء بمعسكر ساوة للانخراط في دورة كادر سياسي بدأت في 5 من شهر مارس الجاري. شرعت السلطات الجمارك الإريترية في إنزال عقوبات فورية على حملة البضائع القادمة من السودان، وذلك في نقاط التفتيش 7 على طريق تسني أسمرة، وهي تسني، طارنتو، أغردات، انقرني، حقات، كرن، عد أبيتو. وتتمثل العقوبة في مصادرة البضائع إضافة إلى غرامة مالية تقدر بنسبة 25% من قيمة البضاعة، و10,000 نقفة لسائق السيارة أو الشاحنة الحاملة للبضائع مع الاحتجاز لحين السداد. جاء هذا القرار بعد مصادرات عشوائية تعرض لها التجار وجالبي السلع الاستهلاكية، وأخذت البضائع والسلع المصادرة طريقها إلى الأسواق دون حسيب أو رقيب. حاصر سكان ضاحية سنبل اللواء برها كاسا بسيل من الأسئلة المحرجة ردا على طلب كاسا لسكان منطقة سنبل الإدارية بضرورة إقناع أبنائهم بالعودة الطوعية إلى وحداتهم العسكرية. وجاء ذلك الطلب في اجتماع عقد لذلك الغرض صباح يوم السبت 5 من مارس الجاري بقاعة فندق عيباي، حيث انتقد المجتمعون السياسات الخاصة بالعقوبات المفروضة على الهاربين من الخدمة العسكرية، وقاموا بمقارنتها مع معاملة الإريتريين القادمين من الخارج والذين كانوا قد هربوا من البلاد بنفس الدوافع التي حدت بمن هم بالداخل للتغيب عن وحداتهم. وأجمع المواطنون في الاجتماع على أن تلك السياسات العقابية هي السبب الرئيس في اختيار الشباب للمجازفة بالهروب خارج الحدود. كما تحدث المجتمعون عن ضرورة وجود إعفاءات للأسر التي جند منها أكثر من شاب لتتاح للبقية الإسهام في تحمل الأعباء المعيشية للأسر المعدمة. هذا وقد لوحظ أن أبرها كاسا لم يعلق على الأسئلة والمقترحات، بل اكتفى فقط بتدوين أسماء طارحي الأسئلة والآراء، ووعد بالعمل على إيجاد حلول لتلك المشكلات. انقضت المهلة التي أعلنتها السلطات كآخر موعد لعودة المتغيبين عن وحداتهم العسكرية دون استجابة تذكر، وكذا كانت نتيجة تسجيل المتخلفين عن برامج التدريب الإلزامي والذهاب إلى معسكر ساوة، حيث كان يوم الجمعة الماضية 11 من مارس هو الحد المعلن لما أسمته السلطات الغاشمة بالنداء الأخير. ويظل الترقب يعتري أهالي المطلوبين لمعرفة الخطوة التي
يتوقع أن تكون مزيدا من إجراءات الدهم والبطش والاعتقالات التي قد تشمل ذوي المطلوبين. صدرت في 6 من مارس الجاري أوامر للوحدات العسكرية بالقطاع الغربي لتكثيف التدريبات وتمارين الذخيرة الحية، ويذكر أن ذات الأوامر كانت قد صدرت في وقت سابق للقطاع العسكري بجنوب البحر الأحمر. علاوة على ذلك تقام تدريبات مرهقة والسير لمسافات طويلة لقوات الاحتياط والجيش الشعبي، وجل هذه القوات تتكون من الكهول وكبار السن، وأن هذا الإجهاد البدني والنفسي القاسي والسير لمسافات طويلة لم يجدوا له مبررا، مما أثار تذمر المجندين ودفعهم للهروب إلى داخل المدن أو إلى إثيوبيا. اعتقل جهاز ما يسمى بالأمن الوطني 16 مواطنا بحجة أنهم يعملون في مبادلات العملة والتحويلات المالية. وأثناء عملية الاعتقال التي جرت في 11 من مارس الجاري، صادرت عناصر الأمن الأموال التي وجدوها بحوزة التجار، والتي تقدر ب3 ملايين نقفة وأكثر من 26 ألف دولار، علما بأن أفراد أمن النظام وضعوا هذه الأموال في جيوبهم، وأحالوا التجار إلى محكمة عسكرية خاصة حكمت عليهم يوم الجمعة الماضي ب6 أعوام وغرامة مالية وصلت إلى 250 ألف نقفة. كما علمت مصادر المنتدى أن 4 من ذوي التجار تساءلوا عن الأموال التي سلبها عناصر الأمن أثناء عملية اعتقال المحكوم عليهم، فأجابت المحكمة على سؤالهم بالسجن 6 أشهر. ومن المعروف أن المحاكم الخاصة في إريتريا لا تتقيد بقانون ولا صلة لها بالقضاء المتعارف عليه، فالمتهمون يحاكمون غيابيا وهم داخل السجون والمعتقلات. قالت المقرر الخاص بحالة أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا السيدة شيلا كيثاروث أن الأطفال غير المصحوبين بعوائلهم يفرون من إريتريا لتفادي التجنيد الإجباري، مما يعرضهم لخطر الاختطاف والاعتداء وهم يبحثون عن ملجأ في الأماكن التي يمرون عليها بما فيها أوروبا. وأوضحت كيثاروث في الجلسة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في إريتريا التي عقدت يوم الاثنين الماضي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أوضحت بأن هناك تدفق مستمر للأطفال بدون عائل من إريتريا إلى كل من السودان وإثيوبيا ومصر منذ عام 2008. وأرجعت السبب الرئيس لهروب الشباب والأطفال إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي تمارسها حكومة إريتريا، فضلا عن الخوف من التجنيد القسري ضمن نظام السخرة المسمى زورا بالخدمة الوطنية، والذي تطبقه هذه الحكومة منذ العام 1994 دون سقف زمني محدد. وقالت كيثاروث في معرض خطابها الذي ألقته أمام الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن الأطفال والقُصّر من الشباب يواجهون مخاطر لا تحصى عند مغادرتهم إريتريا، وأصبحوا ضحايا للإتجار والاختطاف للحصول على فدية والعنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية. وأشارت السيدة كيثاروث إلى أن الأطفال الإريتريين يشكلون أكبر مجموعة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال العام الماضي، حيث تجاوز عددهم 3000 طفل. كما أكدت السيدة كيثاروث إلى أن قرار تغيير العملة بعملة جديدة له انعكاساته المباشرة في حقوق الإنسان الإريتري، حيث أنه ينتهك خصوصية المواطن بالطريقة التي يتم فيها التعامل، إذ لم يسمح للمواطنين إلا تبديل 5000 نقطة فقط في الأسبوعين الأولين، ومن ثم إجبار الناس على ملء استمارات بمتطلبات صرفهم في حالات عدة كالزواج وغيره. كما أشارت إلى أن المدة الزمنية للخدمة العسكرية لم تحدد ب18 شهرا بعد، واستدلت على ذلك بالدفعة 28 التي لم تسرح بعد. وأوضحت كيثاروث أنها بعثت برسالة لمتابعة طلبها العاجل الذي كانت قد أرسلته للحكومة الإريترية في 18 من يونيو عام 2014 بخصوص وضع السفير الإريتري لدى نيجيريا السيد محمد علي عمر وعن أسباب وظروف اعتقاله وخاصة وضعه الصحي، إلا أنها لم تتلقى أي رد إلى الآن.
ومن جهته نفى سفير النظام كعادته التهم الموجهة لحكومته الاستبدادية بوصفه للتقرير بأنه لا أساس له من الصحة، وقال إن الهدف منه هو تغيير النظام. وفي ختام استعراضها لحالة حقوق الإنسان، دعت السيدة كيثاروس الحكومة الإريترية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان والشروع في الكشف عن حال ومصير المعتقلين وإبلاغ ذويهم بأماكن اعتقالهم كخطوة غير مكلفة للحكومة من الناحية المادية واللوجستية. وطالبت النظام الاستبدادي بالامتثال للقوانين الدولية ووقف الانتهاكات واسعة النطاق، مطالبة في نفس الوقت المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لإجبار حكومة الاستبداد للامتثال للمعايير الدولية فيما يخص مراعاة حقوق الإنسان والحد من القمع والتعذيب المنظم الذي يتعرض له معارضوها، فضلا عن الامتثال لقواعد وبنود اتفاقية الطفل التي وقعت عليها إريتريا منذ فترة طويلة. ومن جهته كان البرلمان الأوروبي قد أدان بالإجماع النظام الاستبدادي بلهجة قوية على انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان وعدم امتثاله للمواثيق والعهود الدولية التي يعتمدها المجتمع الدولي كمعايير أساسية، وطالبه بقرار وصفته الكثير من الدوائر الإعلامية والدبلوماسية بالقرار الصارم بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا دون قيد أو شرط. نهاية النشر. صوت المنتدى. البرلمان الأوروبي يتخذ موقفا قويا ضد القمع الذي تمارسه سلطة الاستبداد على الشعب الإريتري. دعا البرلمان الأوروبي في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء الماضي 9 من مارس الجاري بالإجماع إلى وقف الدعم المقدر ب200 مليون يورو، والذي من المقرر أن يقدم للنظام الاستبدادي فوراً ما لم يستجب النظام للمطالب الأوروبية والدولية الخاصة بمسائل حقوق الإنسان والخدمة الإلزامية والقمع ضد المعارضين وإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط. وجاء الموقف القوي للبرلمان الأوروبي لقرار أصدره تحت رقم 5299 عام 2016. وكما وعدناكم أعزائنا المستمعين في برامجنا الماضية، نحن نقدم لكم ملخصا شاملا لحيثيات قرار البرلمان الأوروبي فإلى حيثياته. أولا، إخفاق الحكومة الإريترية في إحلال الديمقراطية وسيادة القانون بحجج واهية، وفشلها في إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 1997، وعدم تفعيل الدستور الذي تمت المصادقة عليه في نفس العام، وعدم إجرائها الانتخابات الإقليمية المقرر إجراءها عام 1909 وحلها للمجلس الوطني البرلمان عام 2002. 2. إخفاقها في بناء دولة تحترم حقوق الإنسان عكس الآمال والتوقعات التي عقدها الشعب الإريتري والمجتمع الدولي عليها، بل أصبحت دولة يسودها القمع والانتهاكات الواسعة التي تطال كل المجالات والفئات العمرية المختلفة. اعتمادها لقانون الخدمة العسكرية الإلزامية مفتوحة الأجل مرفقة بشتى أنواع القمع والتعذيب واستخدام المواطنين في أعمال السخرة، كان سببا رئيسيا في تدهور الاقتصاد وفرار أعداد كبيرة من الشباب من البلاد، فضلا عن انتفاء حرية العبادة وحرية الإعلام والتعبير التي تتصدر فيها إريتريا التصنيف الدولي الأكثر قمعية حسب مؤشر مؤسسة فريدوم هاوس الذي صدر في عام 2015، ولديها أدنى معدلات الحصول على الإنترنت في العالم والذي لا تتعدى طاقته 1% فقط، فضلا عن احتلالها للمرتبة الأخيرة ل8 أعوام متتالية للبلدان الأكثر قمعا لحرية الصحافة حسب التصنيف الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود. 3. ارتكابها لانتهاكات قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية كما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان بالبلاد، منها اتخاذ عقوبة الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء وإطلاق النار على الفارين من جحيم النظام بقصد القتل، ومنها أيضا ممارسة التعذيب على نطاق واسع بما فيها التعذيب والاسترقاق الجنسيين. 4. التمييز والعنف ضد المرأة التي تتعرض للمخاطر والعنف الجنسي داخل معسكرات الجيش وفي مراكز التدريب العسكرية، وكذا حرمانها من الحصول على الأراضي والكوبونات الغذائية التي تستخدم بصورة واسعة في البلاد في الوقت الحالي. 6. تحويل الحكومة للبلاد إلى سجن كبير يعج بمعتقلين من مختلف الأعمار والفئات بما فيهم الأطفال والأسباب غير مبررة
ولا ذنب لهم إلا ممارستهم لحقهم الإنساني في التعبير عن وجهة نظرهم واحتجازهم في ظروف قاسية للغاية والتي تصل في كثير من الأحيان للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية وإخفاقها في إحداث التنمية البشرية المرجوة، حيث تحتل المرتبة قبل الأخير من بين 188 دولة حسب مؤشر التنمية البشرية مع 2015 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما عرب البرلمان عن قلقه من مجالات رئيسية تمارس فيها الانتهاكات على نطاق واسع، منها عدم التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في السكن اللائق والتهريب والاتجار بالبشر والهروب بالمتزايد للقسرى الذين يشكلون نسبة معتبرة من 5000 خارب الذين يلجؤون شهريا إلى دول الجوار، وغيرها من الأسباب التي ذيلها بالقرار القوي ضد النظام الدكتاتوري. فإن البرلمان الأوروبي يقر الآتي: يلاحظ بقلق بالغ استمرار الوضع المؤسف لحقوق الإنسان وغياب كامل لسيادة القانون وحرية الإعلام في إريتريا. ثانيا، يؤكد أن معالجة العجز في تحقيق العدالة والحكم الديمقراطي واستعادة سيادة القانون يجب أن يكون الأولوية من خلال إنهاء الحكم الشمولي للخوف من الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان والبعض منها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ثالثا، يحث حكومة إريتريا لوضع سقف ثمني لنظام الخدمة الوطنية مفتوحة الأجل والعمل على تسريح المجندين الذين أنهوا خدمتهم الإلزامية 18 شهرا، والانتهاء على نحو فعال من ممارسة إشراك المجندين في العمل الغصري بعد تلك الفترة، ووضع حد لإلزام جميع طلاب السنة النهائية من التعليم الثانوي لإنهائها في معسكر التدريب العسكري. كما يدعو الحكومة الإريترية لضمان أن لا ينخرط الطلاب القصر في التدريب العسكري قبل بلوغهم 18 عاما. ويلاحظ أن السلطات الإريترية أشارت في فبراير عام 2016 أن اتفاق الاتحاد الأوروبي سوف لن يؤدي إلى إجراء أي تغيير يذكر في سياساتها المتعلقة بالخدمة العسكرية. يجب أن يأخذ صندوق التنمية الأوروبي في الاعتبار توصيات لجنة التنمية بعدم اعتماد خطط التنفيذ الوطنية والدخول في مزيد من المناقشة، ويرى أن إقرار اعتماد خطة التنفيذ الوطنية الإريترية رغم معارضة البرلمان يدل على العجز الديمقراطي ويقوض بشدة دور البرلمان في ضمان التنفيذ الفعال للأهداف الإنمائية للاتحاد الأوروبي. كما توضح المادة 295 وفق معاهد الاتحاد الأوروبي يتعين على مؤسسات الاتفاق في هذا الصدد على الخطط الإنمائية وصلاحية التدقيق عليها، ويؤكد أن لجنة استنتاجات التنمية على مشاريع ووثائق البرمجة يجب أن ترسل تلقائيا من قبل اللجنة إلى الممثلين الدائمين الدول الأعضاء. خامسا، يحيط علما أن تخصيص 200 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة لخطة التنفيذ الوطنية في إطار صندوق التنمية الأوروبي 11 ينبغي أن يكون من أجل تعزيز الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولمعالجة الأسباب الاقتصادية والسياسية الجذرية للهجرة، ولتمويل المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة الاقتصادية. يذكر أن هذا الظرف هو مكمل لغيره من مجالات التعاون مثل الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان. سادسا، يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية للتأكد من أن التمويل المخصص لا يستخدم من أجل أغراض الحكومة الإريترية في مجالات خارج نطاقه، ولكن يجب تخصيصه بدقة لتلبية احتياجات الشعب الإريتري من أجل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والأمن وحرية التعبير والصحافة والتجمع. ويحث الاتحاد الأوروبي على ضمان شروط المساعدات المتفق عليها مؤخرا، وأيضا لضمان أن خطة التنفيذ الوطنية تدعم إريتريا في تشكيل تحولا هاما في سياسة الطاقة بغية جعلها متاحة للجميع، وخاصة في المناطق الريفية التي تفتقد حاليا لخدمة الكهرباء. ويعتقد علاوة على ذلك أن عنصر الحكم على خطة التنفيذ الوطنية ينبغي أن يركز بقوة على تنفيذ التوصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. سابعا، بما أن حماية الغصر غير المصحوبين والأطفال الذين يواجهون مخاطر جمة تقع ضمن اهتمامات الاتحاد الأوروبي، وليس فقط التركيز على سياسات الهجرة، يجب أن يكون المبدأ الأساسي للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الغصر غير المصحوبين، وذلك لاحترام المبدأ الأساسي لمصالح الطفل العليا. ويعتقد علاوة على ذلك أن عنصر الحكم على خطة التنفيذ الوطنية ينبغي أن يركز بقوة على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. سابعا، بما أن حماية الغصر غير المصحوبين والأطفال الذين يواجهون مخاطر جمة تقع ضمن اهتمامات الاتحاد الأوروبي، وليس فقط التركيز على سياسات الهجرة،
يجب أن يكون المبدأ الأساسي للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الغصر غير المصحوبين، وذلك لاحترام المبدأ الأساسي لمصالح الطفل العليا. وفي هذا الصدد إن أي شخص دون 18 دون استثناء يعتبر طفلا وبالتالي قاصرا، ويشار إلى أن الغصر غير المصحوبين وخاصة الفتيات يكون عرضة للمشاكل والصعوبات أكثر من الآخرين. ثامنا، يناشد المجتمع الدولي وشركاء إريتريا في التنمية للتدخل في وضع والضغط على الحكومة الإريترية للسماح للمساعدات الخارجية لدعم المجتمعات المحلية الضعيفة قبل تفاقم الأزمة التي تشهدها المنطقة نتيجة لظاهرة النينو، كما يحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمساعدة الشعب الإريتري لتعزيز قدرته على التكيف مع ظاهرة الطبيعة من أجل ضمان الأمن الغذائي وتوفير المياه والصرف الصحي. تاسعا، لا يزال البرلمان الأوروبي يشعر بالقلق البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في البلاد، ويقرر دعوته إلى السلطات الإريترية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط للبرلمانيين والصحفيين، بما في ذلك المواطن السويدي داويد إسحاق الذي لم يسمع عنه منذ عام 2005، وكل السجناء السياسيين وسجناء الضمير. عاشرا، يشجع البرلمان الأوروبي مفوضية الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات واضحة من الحكومة الإريترية على أنها ستنفذ الإصلاحات الديمقراطية وضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ التوصيات الصادرة عن فريق عمل الاستعراض الدوري العالمي في دورته 18 الذي قبلت به في 7 فبراير عام 2014، ويدعو الحكومة الإريترية للسماح لخبراء الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وخبراء مستقلين من دخول الأراضي الإريترية بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة، والسماح للجنة التحقيق المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا بممارسة مهامها كاملة والتعاون معها، بما في ذلك التحقيق في قضايا الأموال العامة. 11، يذكر أن الحرية الدينية هي حق أساسي وبقوة يدين أي عنف أو تمييز على أساس الدين. فقرة 12، يرحب بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الإريترية لمحاربة عادة ختان الإناث، ويدعوها إلى تعزيز حماية المرأة والحفاظ على حقوقها، بما في ذلك اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة الممارسات الضارة مثل العنف ضد المرأة والأطفال والزواج المبكر والغسري، ووضع حدا للإفلات من العقاب في حالات العنف الجنسي. كما يدعو الحكومة الإريترية لاحترام الأسر التي تقوم على إعالتها النساء وضمان دعمها وحمايتها. 13، يدين لجوء الحكومة الإريترية إلى ضريبة الشتات والتي يتم جمعها من الإريتريين بالخارج وغيرها من الوسائل غير المشروعة بهدف الابتزاز، التي تستخدم أموالها في انتهاك قرارات الأمم المتحدة لتمويل الجماعات المسلحة في البلدان المجاورة، وبالتالي زعزعة استقرار المنطقة. ويحث الحكومة لإنهاء سياسة العقاب الجماعي والسياسات التي تستهدف أسر الهاربين من برنامج الخدمة الوطنية مفتوحة الأجل أو أسر الفارين من إريتريا، أو لعدم دفعهم ضريبة الدخل 2% التي تفرضها الحكومة الإريترية للمغتربين الإريتريين. الفقرة 14، يطالب إريتريا بالتوقيع فورا على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من الضروب القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو العقوبة، والتمسك الكامل بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على حد سواء، والتي تحظر جميعها التعذيب، ويلاحظ بقلق معاناة القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات جراء سيطرة الحكومة، ويعترف بأن عدم وجود أي إدارة للمالية العامة بما في ذلك عدم وجود ميزانية وطنية يجعل مراقبة الميزانية من المستحيلات، وأن التبادلية للموارد المالية بسبب ضوابط البنك المركزي من قبل الحكومة قد يشجع المشتريات العسكرية وبالتالي يسهم في الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة. الفقرة 15، يحث جميع الشركات العالمية المستثمرة في إريتريا للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وعدم التسبب بالضرر والأذى. يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتحقيق في دور الحزب الحاكم وأجنحته المختلفة بما في ذلك جناح الشباب، ومنع كل أشكال التجمع والنشاط التي تدعم مباشرة سيطرته والمراقبة والإشراف في أوروبا، وتستهدف تقويض المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وخلق أنماط من التخويف والابتزاز،
ويحث الدول الأعضاء على التحرك لوضع حد لضريبة الشتات والتحقيق في المعاملات المالية المتعلقة بأي تبرعات أخرى تقوم بها الجمعيات المرتبطة بالحكومة الإريترية في الخارج، وبالتالي العمل على توفير الحماية الكاملة لجميع اللاجئين الإريتريين في أوروبا وفق ما تفرضه حقوق اللجوء. الفقرة الأخيرة 17: يصدر البرلمان الأوروبي تعليماته إلى رئيس البرلمان بإرسال هذا القرار إلى المجلس، المفوضية الأوروبية، الجمعية البرلمانية المشتركة، ومجلس الاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول شرق أفريقيا، والأمين العام للأمم المتحدة، ونائب الرئيس ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، وأخيرا إلى السلطات الإريترية. أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق، أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق، لم تخمد الأشواق في أعماقنا لن ينزوي نحن الطريق، لم تخمد الأشواق في أعماقنا لن ينزوي نحن الطريق، الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رقم المجادر والحريق، أحبابنا في قنديلنا وهج البريق، أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق، لم تخمد الأشواق في أعماقنا لم ينزوي لحن الطريق، لم تخمد الأشواق في أعماقنا لم ينزوي لحن الطريق، الزاحفون مع المدى لم ينحنوا رقم المجادر والحريق، أحبابنا أحبابنا أحبابنا. لا تنزوا خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا، أحبابنا لا تنزوا خلف الغيود الأرض تعبق بالشذا، وعلى المدى صبح وليد العفق قد سكب السنا، وعلى المدى وليد العفق قد سكب السماء، والعزم يبعث في الربا المعنى الجديد، فلم لا أتى والدرب يهدر بالنشيد، أحبابنا أحبابنا يا أحبابنا.
المستمعون الأفاضل في إذاعة صوت المنتدى، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أقلب معكم الجزء الثاني من صفحات وملامح الفنان إدريس محمد علي، والذي جاء تحت عنوان الفراعنة منهجا وسلوكا وليست قصصا تاريخية. أعزائي المستمعين، وصل إلى مسمع صوت المناضل الفنان إدريس محمد علي في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وأنا أتلمس خطاي في الوصول إلى الضفة الأخرى السودان هربا من لفح الهجير. هنالك شاهدت مجموعة من الشباب وقد تلفحوا البنادق والإباء، طوقت بطونهم ذرات من مشاح الأسلحة، ولفت رؤوسهم عمائم خرقة ضربتها ريح الهواء صيفا وشتاء، تاركة على أطرافها وأوساطها جواهر متناثرة تنزلت عليها حبيبات الخريف فزادتهم مهابة واقتدارا. رأيتهم هناك وقد انتعلوا رقعا من الأحذية البالية، أبلت ثورة حسنة في أماني وعيون العذارى. في هكذا مشهد استمعت إلى أول لحن تخلخل في دواخلي مثل حويل حيسني، لأعرف بعد سنوات أن ذلك الصوت كان هو الفنان إدريس محمد علي. وتوالت بعدها أغنيات حفظناها كما تحفظ الترانيم والتعاويذ: بنات بلدي، إريتريزا المواء، أحبابنا، والكثير من النهر الخالد. وعندما أطلت على المحراب الحرب الأهلية اللعينة وأخواتها، كان الفنان إدريس أول المطالبين بلم الصف ووحدته. تغنى للاعتصام بحبل الوطن، وصب جام غضبه على المتاجرين بعرق الشعب وأنين الأرامل في المعسكرات ومنافي الشتات. قدم لعناته الصارخة في وجوه المسؤولين، محملا إياهم وزر ما يجرمون ليقتاتوا الإنسان الإريتري البعد والعنة واللجوء والتشرد. مستمعين الأفاضل، المناضل إدريس لم يمجد شخصا من أولئك القادة أبدا، كما أنه لم يطف حول محراب الطائفية والجهوية والمناطقية. كان مشروعا من الوعي الوطني. نحل جسمه وهو ينادي بالأمان لشعب كاد أن يضيع في نهم سماسرة الظلام، حتى بعد إطلالة شمس لم يكتمل شروقها بعد. تسرب إلى نفسي وجدا وعشقا، لذا كنت أتقفى صوته الطروب بالمسارح الخاصة والعامة، حيث كان وكنا نقيم بحديقة العشاق مدينة كسلا. تربع صوت إدريس على عرش مسامع جيلنا، صوتا مختلفا، فنانا يحمل رسالة ومشروعا كاملا. أتذكر أمسية فنية بمعية أحد الأخوة اليمنيين من أبناء مدينة أغردات الذين اختارتهم إريتريا ليكونوا من أحفادها عن حب وتماهي. قبلوا هم ذلك عن رضا وذوبان، تلاشوا في أزقة المدينة، تسلقوا أشجار الدوم، ورووا أمعاءهم من خور برك الراكي دوما. أقام الفنان إدريس محمد حفلا خيريا بمدرسة الجيرة الابتدائية. كان ريع الحفل لترميم المدرسة وإصلاح ما خربته يد الزمان وقصرت عن إصلاحه شح ذات اليد. كان يدرك في أعماقه أن رسالته الفنية هي من أجل هؤلاء الذين رماهم القدر في دهاليز الزمان والمكان، طلابا كانوا أو مقيمين بالقرية، الأمهات والأطفال، الشيوخ والشباب، وقد جلسوا على الحصير وبعضا من مقاعد المدرسة. هما غيم الفنان إدريس ومطره غيثا من الوجع الدفين والأنين الطروب، تجول في حدائق صوته متسائلا وشامخا، باكيا وماردا باللغتين العربية والتجريت. كانت ليلة من ليالين الشهود، حيث غنى حتى الصباح، وغشاهدت بأم عيني الأمهات والعذارى يمسحن دموع الحزن النبيل والفرح الدامع، والعندليب يغني والكروان يصدح
تبللت أعطافهن وأثوابهن التي هدها الزمان، شدا كما لم يشدو من قبل ومن بعد حتى مطلع الفجر. عزيزي المستمع، لازمنا صوت الفنان إدريس في كل مكان بمدينة كسلة، في منازل الأصدقاء والأقرباء والمقاهي، خاصة قهوة النجيلة. ربما الكل من جيلنا ردد أغنياته مثل إريتريا فلالكو، عجلت تتولدكو، إحدى أغاني سنوات المماحكات السياسية والتردي النضالي، وأغنيات أخر مكانها الثريا من الشغاف. بمدارس جهاز التعليم الإريتري درج الطلاب على استقبال زائريهم بنشيد جارة البحر، وهي إحدى روائع الفنان إدريس. استمعت إلى هذا النشيد فكان صوته نهرا من الرؤى التي نحلم، وينبوعا من الأمل، وشلالا من الحنان لا تخطئه الأذن والأنفس الظمأ إلى وجه وطن شامخ، خاصة عندما طرح ألبومه الذي حلم فيه بالكثير من الإشراقات شوكا سواحل، وذلك قبيل 24 من مايو 91 بأشهر. كان صوته زاد القافلة الطلابية التي توجهت إلى إريتريا طوال الرحلة التي بدأت من مقرن النيلين وحتى معانقة أسمر الجميلة التي وجدناها عروسا مزينة بأفراح القادمين إليها. طوال تلك الرحلة ظل هو عبر ألبومه آنف الذكر قائدا للرحلة الطويلة التي امتدت ليالي وأياما خضر، لا يزال بريقها يلوح في العيون، ودوزناته الرنانة التي كانت نسمة ومذاقا من الفرح لا يزال طعمها العذب الندي يفوح في الحلق، وفي العيون كان دوما تيارا من الحب والعشق لأرض وشعب ظلا ينزفان عبر السنين. وعندما غنى القوم عزيزي المستمع أغنية العودة التي حسبناها حديقة تسر الناظرين، التقيت الفنان إدريس في ربوع أسمر الجميلة، حيث كان اللقاء عبر نافذة عشاق الوطن. كان الطل نديا حين ذاك، والفرح العامر يبحث عن أرض لزرع البذار من أجل غد أفضل لشعب نثرته كما تنثر الرياح الرمال معادلات مصالح دولية وإقليمية ومؤامرات الإخوة الأعداء الذين ثاروا ضد كل حسن وجميل لأرض نبكي ونحب على أعتابها سواتهم والأقدار. كان القادم فينا من الضفة الأخرى يفتش عن أخ لم تلده أمه، فكان التواصل أخويا تلقائيا. كنت ولا أزال على قناعة بأن صوته وفنه كان البوابة الأولى لدخولنا إريتريا الوطن، حتى أصبحنا جزءا منها ومهرا لعيون حريتها. وسنظل. قدرته تقدير العارفين بفضله وحسه الوطني ودوره النضالي في التخوم والجبال، حاملا لواء الكلمة نغما صايغا للشاربين. عظمت فيه تشبثه بأرض لم يشهد فيها غير فرحة ولادته التي سرقت في وضح النهار. وبحكم مهنتي بنينا معا جسرا لعلاقات رسختها قيم، ومثل الهموم المشتركة جراء ظلم الأنا الذي ما فتئ يستمرئ عدم الاعتراف بوجود الآخر. بيني وبين العندليب ثبتت علاقة عمدتها شاعرية لا أزال أصطلي بنارها أحيانا وأستضيء بنورها ونهارها في أغلب الأحوال، وكان حضرته أيضا من هذا النسيج. كان يستشعر تماما السياط التي كانت توجه إليه من أصحاب الأمزجة الفاسدة الذين ران على أسماعهم غبار الحقد ورياح الحسد. تناسى أولئك أن إدريس هو من الذين تغنوا للوطن بتجرد ونكران ذات. أكثر من غنى باللغة العربية الفصحى منها والعامي، أطرب وأزكى، تغنى فأحيا، شكل حضورا فنيا في المحيط الإقليمي والدولي، تماهى مع واقعه فغنى بلغات أخرى غير العربية والتجريت. هو الفنان الوحيد الذي استطاع تكوين فرقة وهو في المنفى كحل الوطن بفرقة متكاملة ضمت أكفأ المهارات من عازفين ومؤدين وملحنين. مثلت الفرقة برنامجا وطنيا ومشروعا قوميا، وإن تبدى للسذج بأنها ضمت فئة تنتمي لفئة ودين واحد، لكنها في التنافس الشريف والبيئة الوطنية القويمة كانت شكلا من التوازن المطلوب. أدرك الفنان بحسه الوطني
هذه المعادلة التي آمن بها البعض قبيل فوات الأوان قاوم بفرقته تلك رياحا هوجا وقف في وجه سلطة تمتلك كل شيء. عزيزي المستمع، افتعل النظام أساليب لإيقاف تيار فرقة عشاق الوطن، ولم يتمكن من مواجهة الرؤية الهادفة التي سعت إلى ترسيخ قيم فنية فاضلة أصيلة وتنافس شريف قويم وإيقاف تيارها الوطني إلا من خلال تأسيس فرقة أمانينا موحدة حد بهجنا، والتي خلطت الغث بالثمين والزبد بالحديد، وذلك بهدف إيقاف ذلك التيار وإلباس الفرقة الأخيرة ثوبا وطنيا مزيفا، أو تأكيدا على وجود التيار مواجه أو مضاد لها. جاء المسمى كما هو مبين بالأمان الموحدة ذرا للرماد فوق العيون. والدليل على فكرة مواجهة فرقة عشاق الوطن دشن التأسيس الجديد أمانينا موحدة الفرعون بالقصر الرئاسي بقاعة دندن بحضور قامات فنية، منهم الفنان إدريس، الأستاذ الأمين عبد اللطيف، عثمان عبد الرحيم، يمان قبر ميكائيل بارية، برخت منقستاب، محمود عبد الله كحنو رحمه الله، تسفاي محاري فحيرة، محمد عثمان وآخرون، وأيضا كحساي برهي الذي أحسب أنه أيضا كان مستهدفا بتكوين فرقة أمانينا موحدة، حيث كان يقود فرقة عدوليس التي تأسست أيام حكم الدرق، والتي مثلت تيارا مختلفا عن المد الثوري المألوف. تأسيس فرقة أمانينا موحدة حيث لا أماني ولا توحيد. هناك قدم الرئيس كلمة دغدغ فيها المشاعر وسرح بفطرته المعهودة وفذلكاته الممجوجة عن دور الفرق الفنية في دعم النضال، وهي كلمة حق أراد بها باطل. تحدث حديث العارف، وهو العارف بكل شيء. يومئذ وقفت موقف هامان من الفرعون لأجري مقابلة إذاعية حول فكرة التأسيس وما وراءها. دلفت بالميكروفون إلى الفنانين الكبار، قدمت الحصيلة في برنامج متابعات الذي كنت أعده أو أقدمه ضمن مجموعة أخرى من البرامج الإذاعية. المستمعون الكرام، عودا إلى خيمة من نهوى الفنان إدريس، فقد كان من بين الفنانين القلائل الذين تعاملوا مع كل المستويات الرسمية في قسم الشؤون الثقافية أو وزارة الإعلام. تعامل بثقة عالية واعتزاز بإمكانياته وقدراته، لم يقدم القرابين ولم يحرق البخور كما يقوم البعض. وأزعم أنه استطاع تنفيذ معظم برامجه ومشروعاته الفنية غير التي دفع من أجلها الشيء الذي نبكي. فكر في عمل يغنيه شر الحاجة، خاصة وأن القوم انتهجوا التعامل مع الفنانين كموظفين لا يتحركون إلا حين تطل المناسبات بأنيابها ويأذنونهم بذلك، وما أكثرها إحراجا. لا يسمح لهم بإقامة حفلاتهم أو إقامة زيارات خارجية وغيرها. فكر إدريس عمليا في إقامة عمل يغنيه حاجة السؤال وذل التخندق بمكاتب قسم الشؤون الثقافية. فالذي يرى الفنانين والعازفين هناك أيام الاحتفالات وهم يقفون على أعتاب ودهاليز سينما أسمرة يحسبهم أنهم يقفون أمام مكاتب الأمم المتحدة أو السفارات الأجنبية لاستجداء تأشيرات السماح لهم بالغناء على مسارح الوطن المكلوم. الفنان إدريس أصر على مشروعه الخاص حتى اهتدى لامتلاك مشروع زراعي في منطقة القاش. إن دل ذلك إنما يدل عزيزي المستمع على رؤية الفنان الاستراتيجية بعيدة المدى في الاعتماد على النفس وممارسة الرسالة الفنية دون من أو أذى من أحد، إلا أن أداهم هذه المرة كان أعمق وأكثر إيلاما وقبحا. ظل حضرته حاضرا في كل المناسبات يقدم أعمالا فنية رائعة متكاملة، حتى الذين لم يفهموا لغته نال منهم الرضا والإعجاب. لم يقدم عملا رديئا وهو الشاعر المفوه والملحن الآسر والصوت الطروب، فنان شامل بمعنى الكلمة. لم يغني إلا لألحانه ومعظم أعماله كانت من كلماته. وفيما يخص الشعر العربي غنى الفنان لشعراء إريتريين وسودانيين، تغنى لكجراي في مهرا لعيون الحرية ويا فتاة في أتون الحرب، وللدكتور تاج الدين نور الدايم الصفاء الهادي، وللراحل أحمد سعد، وللشاعر عبد الرحمن شنقب، وأمشي على قدم للشاعر سليمان كليم،
وسوف نموت والعديد من الأغنيات. بالتالي عزيزي المستمع، لم يكن غريبا أن يشق إدريس طريقه الفني تيارا فنيا مختلفا لحنا وأداء وشعرا، بل كان له قصب السبق في تجديد وتطوير أغنية التجريت عبر ترقيتها إلى سلالم موسيقية جديدة: قروم مكاريتا، منبى مسانيتا، رب الأرينيتا ألا، وأغنيات أخرى. كما أضاف إلى الأغنية العربية الفصحى ألوانا جديدة لم يعرفها السلم الخماسي والسباعي، وكان لي شرف التعاون معه في أغنيات كثيرة، منها أسمر الجميلة التي صلحت بها الفنانة هيلن ملس. الفنان إدريس نهل من معين التراث الشعبي نهلا وافرا، فجاءت ألحانه وأشعاره وأداؤه كلها نغما سليما آسرا، كما أن القيم الدينية هي الأخرى كانت لها مكانتها في منظومة أعماله الفنية. فطرته الفنية لم تخطئ الأصوات السليمة، لذا قدم لها دعمه الفني والمعنوي للأصوات الشابة. كان ولا يزال إدريس قيمة فنية متميزة في كل شيء، فنان يتعامل بإنسانية عالية، كان من أكثر الفنانين أناقة وهنداما، لا يختلف مظهره سواء في المناسبات التي يقدم فيها عروضه الفنية أو في الأماكن العامة، ذواقا في تنسيق الألوان، متسامي في كل شيء، واضح صريح الرأي، لا يتوارى خلف عبارات التلميح أو الترميز. جالسته وحاورته كثيرا، دوما كان يدلي بمعلومات غاية في الأهمية سواء في الجانب الفني أو الشأن العام، ولا تغيب عنه النكتة والطرفة حاضر البديهة. في لقاء أجريته في منطقة شمال البحري ذات الأشجار الغانية كشعب بوان التي تغنى بجمالها شاعر العربية جدنا أبو الطيب المتنبي رحمه الله، قلت له مداعبا: هذه المنطقة أشبه بمنطقة تورا بورا، أليس كذلك؟ فقال: هل زرتها يا شريف؟ قلت: نعم. قال ضاحكا: إياك والأمريكان. حاضر الذهن، لا يجامل إدريس في الحق، يرمي بسيفه في وجه من أراد. عزيزي المستمع، فقد حكى لنا التاريخ أن الثورات لا تقدر مناضليها الشرفاء الأوفياء، وغالبا ما يكونون أولئك الأبطال فرس رهان يسير على ظهرها الانتهازيون والنفعيون وأصحاب النفاق والشقاق. إذ لم ترحم الثورة الشعبية من قبله الزعيم إسماعيل الأزهري أول من رفع علم السودان، حيث نقل جثمانا من زنزانة انفرادية، كما أن شاعر الثورة الجزائرية الكبير مفدي زكريا الذي كتب النشيد الوطني بدمه وهو في زنزانة المستعمر قسما بالساحقات الماحقات، هذا الفارس الهمام غادر الجزائر بعد نجاح ثورتها، غادرها مكرها ومات متسولا في طرقات وأزقة العاصمة الفرنسية باريس. وغيرهم من المناضلين الشرفاء الإريتريون وغير الإريتريين تنكرت لهم حكوماتهم المزعومة تلك، وساد على دمائهم ودموعهم صياصي القوم وأزنام الحكومات المزعومة إلى الوطنية. أبا خالد المناضل، ستظل خالدا كما خلدت في نفوسنا أغنياتك وأناشيدك الوطنية أبد الدهر. سيظل الفنان إدريس محمد علي شجرة وارفة الظلال نستظل بها باللفح ذوي القربى، وسماء نرنو على أشجاعها ألحان المدار حينما يبكي الكنار، وأرضا نتكئ على رحاها ولو كره الانتهازيون وأبى أشرار الأمس حكام اليوم. كان معكم أحمد شريف، تحية لكم والسلام عليكم.
وعدنا نتذكرانا حناحد نتقارب وعدنا نتذكرانا دعنا دقت أمحرا وانددت دقانا دعنا دقت أمحرا وانددت دقانا ريتريا تارفتا ويتحدق الأكانا حنعزم طلبنا اللي على سهقانا حنعزم طلبنا اللي على سهقانا وعدنا نتذكرانا حناحد نتقارب وعدنا نتذكرانا دعنا دقت أمحرا وانددت دقانا ريتريا تارفتا ويتحدد قلاقانا وحنعزم طلبنا اللي على السقيانا حنعزم طلبنا اللي على السقيانا بدحي بدينا لا تريتنا يا مر بدحي بدينا لا تريتنا يا مر سكيت بدحي تريكو وسبتي ما يفكر سكيت بدحي تريكو وسبتي ما يفكر اللي يتسجل رينا وسعنة بلكة ودلها اللي يتسجل ومن نسوق يتفكر ومسافر قلت نادل كانوا بايات الثاني كمس المرعات وتنقل تستنا سوت كيد قلت اسمع وتسل تستنا سوت كيد قلت اسمع وتسل وفتاينا بينا أو يفوتوا أفوتوا. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.